بجدد التحية مرة أخرى لحضراتكم. حلقتنا النهاردة أنا يمكن اتكلمت عنها الأسبوع اللي فات، وقلت إن احنا كان المفترض إن الأسبوع اللي فات كان هيبقى معانا دكتور سعد الدين هلالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر. كان يعني هو اعتذر عن الحلقة اللي فاتت، لكن هو النهاردة معانا. وزي ما قلت لحضراتكم أيضا إن احنا هنتكلم، هحاول إن أنا شخصيا أفهم هو يعني إيه التراث، هو يعني إيه تجديد الخطاب الديني، هو ايه الخطاب الديني، من المنوط به تجديد الخطاب الديني. اللغط الآن السائد في مسألة المذاهب والأئمة الأربعة وما يحدث، وإزاي ممكن يبقى هناك يعني إيه الصح وإيه الغلط وإحنا ماشيين إزاي، هو إزاي ممكن نتعامل مع مثل هذه الأفكار مع الناس اللي بتتكلم، مين المنوط به الرد. كل دي أمور الحقيقة كلنا محتاجين إن احنا نفهمها، لأن لحد دلوقتي ممكن نروح داخلين في مسائل تفصيلية دقيقة جدا وننسى أساسا الخطوط العريضة اللي احنا في حياتنا كناس عادية جدا وبسيطة، بتخرج الصبح او بتقوم الصبح لشغلها وتؤدي عباداتها، وفي الاخر بتنام باخر النهار هي عايزة تفهم هو ايه الخطوط العريضة اللي انا امشي عليها وابقى فعلا يعني ببتغي رضا الله سبحانه وتعالى. بس خليني هبدأ مع حضراتكم قبل لقائنا، وهقول حاجة سريعة جدا، لان احنا دايما اتعودنا في الصميم بنتكلم عن ايه اللي شغل الناس طول الاسبوع. الحقيقة الاسبوع دوت كان اسبوع مختلف، لان اتكلمنا فيه عن فكره، او ناس وسائل الاعلام كانت يعني بتتكلم فيه عن اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه في خلال الفتره الماضيه. وناس كتير هجمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه في في ادائه، وحصل كلام كتير جدا عن فكره هو عمل ولا ما عملش، هي البلد ماشيه ولا مش ماشيه، هي الاخطاء اللي بتحصل دي المفروض انها مين يحاسب عليها، هو المفروض يبقى ايه، لا احنا كده كفايه. في ناس قالت ارحل يعني، وفي ناس قالت كفايه، وفي ناس اتهمت الحكومه بالفشل، وفي ناس اتهمت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحمل فشل الحكومه لان هو اللي جايبه. لغط كبير في وسائل الاعلام. بس المهم كل اللي اتكلم ده وانا قاعده بسمع ما قاليش طب ايه هو الحل. هو انا بنتقد فقط، لكن اوجه للحل، اطلع ناس تكلمني ازاي اخرج من الازمه والمشكله، اتكلم عن حلول اقدر ان انا اساعد بيها كوسيله اعلام، ما بلاقيش. اصوات عاليه، بننتقد فقط. اعتقد ان النقد للهدم شيء ضار جدا لاي امه، لكن النقد من اجل البناء وتصحيح المسار هو ده المهم. بس مع هذا النقد لازم يبقى في عندي نقاط واضحة وصريحة لما سوف يقدمه الإعلام المصري للمجتمع والمواطن المصري. أسلوب التريقة واستخدام العبارات. هعرض لحضراتكم الآن فيديو خاص بأحد الإعلاميين وهو يتحدث عن عبارة أن مصر قد الدنيا. حلو، كلام جميل واشيله على عيني وعلى راسي. وفي نفس الوقت هحط لك انا جمله من ناحيه تانية، السعوديه برضو على عيني وعلى راسي كدوله كبرى في المنطقه، او دوله كبيره في المنطقه، هي الشقيقه الكبرى لدول مجلس التعاون الخليجي، بس احنا الشقيقه الكبرى للعرب. وبالتالي يجي السؤال، هي الدنيا بترسم سياستها طبقا لما تراه المملكه العربيه السعوديه؟ يعني هو ده مفهوم الدنيا؟ هو ده السؤال؟ السؤال هنا، الدنيا الشقيقة الكبرى ترسم سياستها في علاقتها بدولة قطر، أو تحديدا بالنظام القطري، بناء على ما تراه المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو البحرين، وكلهم ليهم في رقبتنا جمايل وعلى العين وعلى الراس ومقدرين، بس هم ما بينهمش وما بين قطر دم، احنا في عندنا دم. وبالتالي فبيجي السؤال، هل الشراكة المالية والاقتصادية والسياسية اللي ما بيننا وما بين دول الخليج هي اللي بتدفعنا لذلك؟ وده سؤال لازم يجاوب عليه الرئيس ويقول لنا لا، ده احنا هنعمل المصالحة علشان 1 2 3 4 5 6. السؤال اللي بعده، لما احنا خرجنا في يونيو، هو احنا مش كنا بنتكلم على استقلالية الإرادة الوطنية والقرار المصري الخالص؟ انا بالطريقة دي مش شايف ان انا قراري لا مصري خالص ولا في استقلالية ولا حاجة. انا كمواطن فهمني يا ريس. هو ده سؤال، بس الإجابة
هو ده يعني هي مصر قد الدنيا فهي قد الدنيا بتمشي، يعني هو ده سؤال ولا ده ايه؟ ما هو ده المهم. كمان بقى احنا بنتكلم لما بنيجي نحلل، طب احنا اي دولة على فكرة فيها مشاكل واي دولة فيها اخطاء، وانا ما بدافعش عن حد لان احنا عندنا اكيد ان اي خطأ بينجم عنه تهديد حياة مواطنين او موتهم او ضررهم سواء في صحتهم او في اعمالهم او في اولادهم او في اي حاجة، ده خطأ لابد ان يحاسب عليه المقصر. ولكن في النهاية هو ازاي امد ايدي كده واقول هو ده المقصر وحاسبه وابين ان هو اتحاسب؟ خلينا نشوف برضو نموذج اخر. واحد يسمح له انه يقول انه ايام مبارك كان بيطلع برضه يقول التركه ثقيله، تركه السادات. وسني يسمح لي اقدر اتكلم عن السادات، ما اقدرش اتكلم عن الرئيس عبد الناصر، ما سني ما يسمحليش. وسني يسمح لي ان انا اقول لكم ان انا سمعت باذني، سيبك بقى من التاريخ وقرينا وبتاع، لا لا لا، كمواطن كده، كصبي يعني وشاب صغير، سمع الرئيس السادات وهو بيتكلم على التركه الثقيله برضه بتاعت عبد الناصر. وكل واحد يجي يقول لنا التركه اللي قبله تقيله، ده حل يعني؟ دي حجه. على فكره هي مشكله، التركه ثقيله فعلا، بس كمشكله مش كحجه، مش كمبرر، لان مرسي كان بيقول كده برضه. هي يعني هي التركه تقيله، عندنا مشاكل، المشاكل ديت يعني نتيجه لاخطاء عديده جدا جدا، بس ما حدش هينكر كمان ان احنا وضعنا اختلف، وان احنا في خلال يعني احنا نكسه 67 كانت مدتها تقريبا 7 ايام، لكن احنا عندنا نكسه كانت من 25 يناير لحد فتره بسيطه جدا، احنا كنا بنعاني من كم مشاكل كبير جدا لا حصر له. اعتقد ان اي مواطن ممكن يلمح ان هناك تغيير لو تحدثنا عن شخص رئيس الدولة، مش على يعني انا بتحدث ان هذا الهجوم اللي بينادي بموجة ثالثة من الثورة وان هناك ثورة سوف تقوم، هي مصر ما عادتش مستحملة ثورات، مش علشان انا بدافع عن الرئيس السيسي ولا عشان انا عايزاه يفضل او ما يفضلش، احنا ما عدناش قادرين ان احنا نستحمل ثورات وهزات اخرى. اي هزة ممكن انها تخلي ده مش تخويف، احنا عايزين نتقدم وعايزين نشتغل، وفي مشروعات بتتم وفي ناس المفروض انها تشتغل علشان الاخطاء دي ما تحصلش. بس هو التناقض، لان لما بسمع ان في حد بيقول لي يعني احد الاعلاميين قال ان هو ان محمد مرسي كان هناك مشاكل وكلنا انتقدنا محمد مرسي، والمفروض ان احنا ننتقد السيسي، احنا ننتقد اي حد، بس هو نفس الشخص اللي طلع قال ان انا لا يجوز ان انا احط، ده الكلام ده كان امبارح، الرئيس السيسي مع محمد مرسي في جملة مفيدة. طب ما انت حطيته، هو في ايه التناقض؟ طب انت عايز ايه؟ طب هي القنوات الخاصة عايزة ايه؟ طب انتوا عايزين تعملوا ايه؟ طب ايه هو الحل؟ طب انت قدمت معلومة ايه للمواطن؟ ما المواطن عارف ان احنا عندنا مشاكل في المية وعارف، قدمت لنا حلول ايه؟ طلعت حد خبير يتكلم ان انا ممكن احل وعرضت ملف كده كامل للحلول وقلت للدولة اهو الحل اهو طبقي. انا مش فاهمة هو في ايه، بس النقطة الاهم واللي انا عايزة الحقيقة اتكلم فيها ان ممكن يكون الاعلام الخاص انا ما بهاجموش وقام بدور كبير جدا في توعية المواطنين، بس خليني اقول ان هناك اجندات وهناك تمويل وهناك مصالح في هذا الاعلام. الحاجة الوحيدة اللي باقية هو الاعلام الرسمي للدولة، مش علشان احنا النهاردة من هذا المنبر، ولكن اكيد ان الاعلام الرسمي لا هو ممول ولا لديه حسابات ولا لديه اجندات ولا لديه وقت لتصفية ولا ان هو بيدعو لتخريب. الاعلام الرسمي مهمته البناء ومهمته التنمية ووعي المواطنين، بس للأسف الاهتمام دائما يبدو أنه بالإعلام الخاص، مش علشان هو كويس، علشان ما خلوش يتكلم، بس هو بيتكلم ومش هيبتغي مصلحة هذا الوطن، لأن مصلحة هذا الوطن محتاجة لناس مخلصين. فالرسالة اللي عايزين أكيد نوصلها إن يعني مع الاعتذار الكامل، عفوا سيدي الرئيس، للدولة إعلام رسمي يحميها، ومن الممكن أن يقوم بدور كبير جدا لو كان هناك نية خالصة من الإدارة السياسية. بعد الفاصل انتظروني ولقائي مع دكتور سعد الدين هلالي علشان نوضح احنا فين وايه اللي احنا المفروض نعمله، وبمعلومات بسيطة جدا كعادتنا به دائما في تبسيط الأمور. بعد الفاصل انتظروني.